كالعادة 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 يعني نضرب كوباية الشاي الحلوة ونتكلم في موضوع ألا وهو إيه بقى؟ أنت مالك؟ أنت مالك يا عم؟ يخصك إيه؟ إيه اللي دخلك بين الأندية وبعضها؟ أنت هنا في الدوري المصري، إيه اللي وداك للدوري السوداني؟ إيه اللي وداك للمريخ ولا الهلال؟ أنت مالك؟ دون وده اللي بيحصل من جماهير او من بعض جماهير نادي الزمالك. على ايه يا عم الحاج؟ ان نادي الهلال بيجيب لعيبه ويشركهم ولعيبه مزوره ومن الجنسيات التزوير في الجنسيه ومش عارف ايه والكلام ده. طيب يخص نادي الهلال ايه او نادي المريخ ايه او يخص نادي الزمالك ايه؟ علشان اللي بيتكلموا في الموضوع دون بتوع الزمالك بيقولوا للمريخيه يا عم المريخ ربنا يهديك، لسه الاهلي رافع شكوى على الهلال وانت كمان ترفع شكوى على المريخ؟ ليه يا عم الحاج؟ ليه يا عم المريخ ترفع شكوى على الهلال؟ مش كفايه الاهلي رفع شكوى عليهم والعقوبات بتاعت الشكوى الاتحاد الافريقي عاقبهم ان هم جماهير بعد المباريات ما يخشش الاستاد وابصر وما اعرف، وعقوبات على الجهاز وعقوبات مش عارف على ايه وعلى طبيب الفريق، وانت كمان تخش لي في الطريق وتخش لي في السكه وتخش لي في الموج وتعمل لي شكوى على نادي الهلال ان هو بيزور في عقود اللعيبه او بيزور في جنسيات اللعيبه اللي عنده وبالتالي اشركهم في الدوري واشركهم في دوري ابطال افريقيا. بقول لا يا عم الهلال يا عم المريخ اهدى على نفسنا كده ونشرب كوبايه شاي، ناخد شفطة شاي علشان كل واحد حقود، كل واحد دماغه بتسوي له حاجة ان هو يقول للمريخ اسحب الشكوى بتاعتك. لا، المريخ قدم الشكوى خلاص، وبعدين مش حاجة مش تخصك كزملكاوي انت وانت حاجة مش تخصك. الحاجة اللي تخصك اللي هي الدوري المصري. خليك في الدوري المصري اللي انت اصلا مش عارف تطلع من الخامس، والنهارده بيراميدز هتعلم عليك هتشلفطك. انا متاكد، الله اعلم، انا متاكد. والفيديو ده انا مش هنشر الفيديو ده الا بعد الزمالك وبيراميدز ما نشوف الماتش هيعمل ايه. بس انا متاكد ان بيراميدز هتشلفط الزمالك النهارده، لان الزمالك خلاص يا عيني الزمالك راح. عمالين نقول يا جماعه نرجع تاني، يا جماعه نرجع ننبذ التعصب، يا جماعه بلاش تعصب، يا جماعه بلاش نبث افكار وحشه في الجماهير، بلاش يا جماعه وخلاص طلعتونا عن شعورنا يا ناس. كل لما يشوفوا اي حاجه في الهلال مريخ اللي هم في المجموعه بتاعت الاهلي، المريخ مش في مجموعه الاهلي، المريخ عندك يا عم الزمالك، بس انت ربنا يكرمك عليه. بس يقولوا لا ناخد شفطة من الشاي. هو ده خبر كويس للاهلي ان المريخ يرفع شكوى للاتحاد الافريقي ان الهلال بيشرك لعيبه فيها اوراق رسميه واوراق تبع الجنسيه مزوره. الله اعلم، الله اعلم. فطلع الزملكاويه بقى بيبرروا الموضوع وعمالين يقولوا ابصر وما اعرف حاجه ما بعدها حاجه. ليه ده كله؟ علشان الاهلي في المجموعه، ولو المريخ اثبت ان هو عمل كده هيطير من المجموعه تحت، يبقى مين اللي يدخل مكانه؟ الاهلي ان شاء الله كده لما الاهلي يفوز على القطن الكاميروني، او حاليا حتى لو ما فازش يبقى كده اصلا كده القطن الكاميروني صفر من النقاط. فمين اللي يدخل؟ الاهلي. طيب النقاط بتاعت الهلال بقى، النقاط اللي الهلال خدها هترجع للاهلي تاني، يبقى الاهلي كده 4 نقط. والماتش اللي قدام اللي بينه وبين صن داونز هتروح لصن داونز.
يرجع هنا بقى يجي لي القاهره، ما هوش هيلعب خلاص، الماتش بتاعي يبقى النقاط خدتي. يبقى كده احنا صعدنا، والف مبروك للجماهير المصريه، وشكرا شكرا للمريخ السوداني اللي هيدينا هديه ان شاء الله، ان شاء الله تكمل على خير يعني، برغم انف كل زملكاوي وكل حاقد. انت مالكش دعوه يا زملكاوي يا بائس، مالكش دعوه يا عم، يا عم انت في الدوري المصري، خليك في الدوري المصري، خليك في مجموعتك، خليك في الترجي والمريخ وشباب بلوزداد، خليك فيهم. ركز هتعمل ايه مع الترجي هنا، ركز كده هتعمل ايه مع الترجي، ركز هتعمل ايه مع المريخ، ركز هتعمل ايه مع اسمه ده هناك، مع شباب بلوزداد هناك. ركز، ما تركزش في ان انت تقول انت عاملين ايه وسوين ايه يا جدعان، المريخ. ركز، ابوس ايدكم، ركزوا في فريقكم، شيلكوا دعوه بالخصم اللي احنا مشجعينه، ان الاهلي هنا في القلب وفي الراس وفي كل حته. الله يسامحكم، الله يسامحكم، خلتونا اشرب شاي. احلى كوبايه شاي لما تشربها وانت رايق، لكن كوبايه الشاي اللي ما تشربهاش وانت مش رايق دي بتحس ان هي عاوزه تنيمك، لكن كوبايه الشاي اللي بتشربها وانت رايق، يا سلام يا سلام يا سلام. مع السلامه. ما تنساش الاشتراك في القناه طيب عشان تشجعني، وفعل زر الجرس. يلا مع الف الف سلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.